اليسرى اليوم يوم الخميس 4 ماي 2023 مقبة النحاس تودع نهائيا والى الابد العزوبيه، ومليوم تشد ثنيه في معترك الحياه الزوجيه واللي ما تبدا وتكبر المسؤوليه. اساس نجاح كل حياه زوجيه رمزيس ويسرى يكمن في الاحترام، ولا شيء سوى الاحترام. الله بصلي عني بيع لاخويا بالكسوه واللوب والفضيات، حسن المعاشره والحوار، ولا شيء سوى الحوار. كوميونيكيشن بالك تعرف ليش حوار كيف ليش شاطرني في الراي صديقي. صحيح، ما دام قلت صحيح وسمعوك الناس الكل، ما دام اليوم ما تحط الخيط في الابره الا ما تشاور يسرى. والله زرت التدريب جماعه يسرى الاكيد والمؤكد حتدي كيف الثقه المتبادله بيناتكم. اسراركم يا يسرى تقف عند حد باب الدار ومش كل شيء تحكاه، ليس كل ما يعرف يقال. ما نطولش برشا باش ما توليش خطبه جمعه من حال يوم نهار الخميس نجيو للصحيح. الكلام الحلو ضروري في الدار، وانا من اكبر مناصرين صباحا مساء ويوم الخميس. ويوم الخميس بعد ما ولات يسرى زوجتك شرعا وقانونا، فالحديث لا يحلو الا لها، وعشق المساء لا يكون الا بها. باش نحفظك بيت شعر حلو برشا حفظته جل كتبت لهم، والحقيقه نقول لك سر يعني نجربوا في الدار ماشي معايا بالكاد. فوالا كل صباح باش يتعدى النهار به تغسل اليسرى وتقول لها: ما معنى انا من غير انت، ولا يسوى هذا الورى لو ما فيه كنت. مالا سيدي إذن كان هذا الفيديو بصراحة فيديو مضحك وطريف، وعد الإشهاد بصراحة غريب وعجيب. سي البشير مش نورمال، مش عادي. لو يرجع التاريخ وكان تم فتوى شرعية ولا قانونية تعاود إصداق بنفس المرأة، معناها مش مرأة أخرى، إلى ما نجيب سي حمادي بصراحة. لا شيء كبير. سي حمادي هذاك هو تطور، ما تطور ولا العدول عجبك ولا سي حمادي؟ لا باهي الحمد لله. يعني الحاجة ما هي فرحة وكملها. لا ثم حاجة أخرى مهمة برشا، خاطر في العادة العدول يعني يكذبوا وكهو صحح وزوج شهود وتعدى على رأي. أنا شوف هو الميساج والخطاب اللي يعدي فيه السيد هذا. أول حاجة يحكي بلغة الشعب، يغلب باللغة متاعته، ويحكي لزوج شباب متاعته. مش تحكي لهم انت باللغه نتاع ذلك لانه ما نتصورش اللي هم يفهموا. واعطاه برشا نصائح سي البشير، لاحظتش اللي اعطاه برشا نصائح؟ يعني شخصيا والله يعجبني. علاش؟ الساعه هذا كي بيكتب عقد 99% ما يصيرش طلاق. صعيب يا خويا طلق بعد هيك. معناها الواحد يحشم باش يطلق بعد هيك. يا ودي طلق، الراجل قال لك يا شباب يا كذا ولا لبسه ولا معناها حطك في الصحن. والكوميونيكيشن والكوميونيكيشن وكذا بالسيف. هذه حاجه بالضبط. مع احتراماتي لعدول الاخرين. بيان سور يجيك خويا عقدهم قضاء خايف. انا ما نكذبش عليك، صح. انا شخت على فاز السيلونسيو. السيلونسيو عرس السيلونسيو، معناها الناس ساكته لا تزغرت لا تعمل. هذا خويا في معظم معناها كتابه العقود الزواج سيلونسي حق بالضبط، وكأن معناه كمبيال بالديره مشروع هو معناه فرحه عمر بالضبط يا خويا. صح يهزوه غادي وانت معناه شوف راضي ولا بالضبط وكذا، ويعمل لك تراك يخوف. هذا يسهل لك ماموريه، ما عدل الشهاده والاخر عدل التنفيذ. معناه انت سي حمادي الخطاب هذايا الخطاب مش نقولوا شعبوي، هو خطاب شعبي، هو خطاب يفهموه الناس الكل نتاع الوقت ونتاع فوالا. يعني هو والنصائح اللي يعطي فيهم للمتزوجين معقوله نتاع شبه بلغه الناس كل. والله هي فيها فورماسيون راهي والله معناها فيس عملها اعطاك فكره على الزواج شنو بالضبط. فرمو معناها حتطيح منك انت شويه وتطيح هي شويه وتتجانسوا والحياه الطيبه والحلوه وفيها واهم كلمه قالها اللي تو نشوفوا فيها برشا بصراحه خاصه عنده النجومه. صحيح. عشت مع اسرار خويا عندك مشاكل في الدار، لا في الدار خليها
وصلتوا الطلاق بالضبط. يجبد بنت الناس بالخير وتجبد ولد الناس بالخير. بالضبط. هو ان شاء الله هو صغير حتى في العمر برامو مش كبير ان شاء الله يكون معرس حتى هو خاطر ما لقاش واحد زيته باش يخدم له كذا. يا سيدي ربي ان شاء الله يهني الناس الكل وان شاء الله ديما فرحنا منصوبه وان شاء الله يا ربي. لا نعاودوا ذيك حكايه اخرى، موضوع اخر نتناولوه في حلقه اخرى سي حمادي.